هو المرض ده فيه اعراض معينه خاصه بيه، لو ظهرت لازم اروح اكشف بسرعه. معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحه المسالك البوليه وامراض الذكوره والعقم، عضو زميل كليه الجراحين الملكيه لجراحه المسالك البوليه بانجلترا. المرض اللي احنا بنتكلم عنه النهارده هو المرض المقترن باورام المثانه او سرطان المثانه. طبعا في اعراض واضحه ومهمه جدا، تعتبر فيها تحذير مهم جدا للمريض ان هو لازم يكشف، خوفا من ان يكون لا قدر الله فيه ورم في المثانه. العرض نمره واحد طبعا وجود دم في البول او تغيير في لون البول. مش لازم يبقى دم بمعنى ان البول كله لونه احمر، ممكن يبقى لون البول غامق شويه او في نقط دم في الاول او في الاخر. دي كلها بتقترح او بتقول ان في مشكله في الجهاز البولي او على مستوى المثانه، لازم نعرف ايه سببها. هو مش معنى كده ان اي مريض عنده دم في البول عنده سرطان في المثانه، بس اي حاله فيها سرطان في المثانه غالبا هيبقى فيه وجود دم في البول في فتره من الفترات. طيب ايه هو سرطان المثانه؟ ده نوع من الاورام بتحصل في الجدار المبطن للمثانه، والمثانه دي هي الجهاز المسؤول عن تجميع البول لتفريغه بعد ما ينزل من الكلى عن طريق الحالبين. طيب ايه اهم اسباب الاصابه بالمرض ده؟ السبب المباشر والرئيسي والمؤكد علميا اقترانها ببعض الملوثات الكيميائيه والتدخين. دول السببين الرئيسيين اللي مرتبطين حاليا في الفترة الحالية بسرطان المثانة. سابقا كانت مرتبطة اكتر بالهرسيا، وخصوصا انها كانت منتشرة عندنا في مصر زمان، بس ده بدأ يقل نظرا لان القضاء على بالهرسيا يعتبر وصل لاخره دلوقتي. هل ممكن المرض ده يصيب الاطفال؟ في نسبة قليلة جدا من بعض الاورام النادرة اللي ممكن تأثر او تصيب الاطفال في المثانة، بس دي مش كومون قوي في الحالة دي او في السن ده. اكتر الفئات عرضة للسرطان المثانة هي طبعا الذكور اكثر من الاناث، والمدخنين زي ما قلنا اكتر، وطبعا فوق سن ال50 او ال60 بتبقى العرضة لسرطان المثانة اكتر من السن الاصغر شوية. هل في امكانية للوقاية من المرض؟ طبعا الابتعاد عن الاسباب اللي انا قلتها. يعني لو المريض بيدخن المفروض انه يبطل تدخين، او لو هو بيتعرض لكيميائيات معينة نتيجة طبيعة شغله او طبيعة سكنه لازم يغير العادات الصحية السيئة اللي هو بيمارسها. طب علاج سرطان المثانة ايه؟ طبعا علاج سرطان المثانة بيعتمد الاول ان احنا لازم نشخصه، وده بيبقى بناء على مجموعة من التحاليل والاشعاعات اللي بيتبعها منظار تشخيصي للمثانة. المنظار ده بيبقى تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت، لان في بعض الحالات ممكن ناخد عينة من الورم بالمنظار، وبناء عليها بنحلل العينة دي وبنحدد نوع الورم وعمقه ودرجته ودرجة نشاطه. بعد نتيجة تحليل العينة بيبقى فيه نوعين بينقسموا، سرطان المثانة بينقسم لنوعين كبار، نوع اللي هو غير واصل للعضلات، والنوع الأعمق اللي هو واصل للعضلات، وده علاجه دوائي وده علاجه جراحي. علاج دوائي بمعنى ورم المثانة اللي مش واصل للعضلات بنستخدم علاج دوائي موضعي، سواء علاج مناعي أو كيميائي، مادة اسمها الBCG أو أدوية أخرى بتستخدم لمنع ارتجاع الورم عن طريق حقنه جوه المثانة بجلسات متعددة ومع المتابعة بالمناظير. حالات سرطان المثانة اللي بيبقى واصل للعضلات بيبقى التعامل معاها طبعا بيبقى أساسا جراحيا باستئصال جذري للمثانة وتحويل البول على مثانة صناعية مخلقة من الأمعاء، أو تحويل البول على الجلد، أو لو في موانع للتدخل الجراحي في الحالة دي بنستخدم العلاج الإشعاعي والكيميائي كبديل. هل في أورام حميدة في المثانة؟ في طبعا نسبة من الأورام الحميدة في المثانة، بس دي ما نقدرش نأكدها بس بأشعة أو بتحليل. لازم ننتهي إن احنا نوصل لجزء أو لخطوة المنظار واستئصال الورم وتحليله. لو طلع حميد ما بيبقاش فيه تدخل أكتر من الاستئصال والمتابعة. في بعض الأسئلة اللي بتيجي من بعض المرضى مرتبطة بسرطان المثانة، إن هو مريض بيقول إن هو حصل عنده تحرق في البول وبعدين أو حرقان في البول بمعنى أصح، وراح كشف قالوا له عندك ورم حجمه 22 ل 26 مللي، أعمل إيه؟ وطبعا حرقان البول ده شكوى لأي مشكلة في المسالك البولية، مش بس لسرطان المثانة، بس ممكن تبقى مقترنة في سرطان المثانة مع النزيف البولي. وبناء على كده المريض اللي بيسأل السؤال ده بقول له طبعا ان هو هيحتاج بعض الابحاث، وبعدها هنعمل اشعة ثم منظار لاستئصال الجزء اللي فيه اشتباه الورم وتحليله، وبعدين نعالجه طبقا للخطوات اللي انا شرحتها قبل كده. استنونا في فيديوهات جديدة لمعلومات جديدة.